أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هنعرف أكتر. دايماً نسمع عن المثل اللي بيقول الكتاب بيبان من عنوانه. النهاردة بقى بنغلط الجملة دي اللي اتربينا عليها طول عمرنا. أنا معاكم رحاب حمدي، وده عنوان حلقة النهاردة: الكتاب مش بيبان من عنوانه. كل ما تكبر وتعاشر البشر هتنسى حاجة اسمها شكله حلو أو باين عليه إنه كذا، لأن مفهوم الحكم على الناس من الخارج ممكن يؤدي بينا فعلاً للظلم في الحكم على الناس. صعب جداً نقدر نحكم على وشوش البشر ونقول شكله طيب أو شكله خبيث، أو نشوف ردود فعل أسرة بتتعامل مع بعضها قدامنا ونقول عليهم دي أسرة سعيدة. الدنيا مليانة أسرار، وورا كل باب بيت في قصص وحكايات إحنا ما نعرفش عنها حاجة. ممكن يكون تفاعل الناس قدام عينيك لحظي ومرتبط بس باللحظة اللي أنت شفتهم فيه وحكمت عليهم من الموقف ده، والعكس كمان. يعني ممكن تكون شايف ضحكة على وش إنسان تعكس لك قد إيه هو سعيد ومبسوط وقادر ينشر البسمة على وشه لكل الناس، ولكن من جواه ممكن يكون حزين وعنده حكاوي كتير مؤلمة في حياته، بس بيعرف يعكس غير اللي جواه لمجرد إنه مش بيحب يحمل الناس مشاكله ولا ينشر الطاقة السلبية للي حواليه. بطلوا تحكموا على الناس من مظهرها الخارجي. كمان اوعى تحكم على حد من هيئته الخارجية، زي إنك تقول ده غني أو فقير. في ناس غنية وربنا وسع عليها بالمال، ومع ذلك بتبخل بالمال ده على نفسها وعلى اللي حواليها. وناس تانية رزقها محدود ورغم كده قادرة تبسط نفسها وتصرف المال القليل اللي في إيديها وتستمتع. حتى في حالات المرض ممكن تقابل شخص يظهر لك إنه صحي وبيمشي على رجليه، لكن ورا جسمه ده ما تعرفش ممكن يكون شايل إيه. ممكن يكون بيستعمل آخر نعم ربنا سايبها له عشان حياته تمشي ويعيش اللي متبقي منها وهو مبتسم وبيقول الحمد لله، رغم إنه ممكن يكون فقد حاجات كتير قوي راحت مع رحلة مرضه، ويكون هلك من طول فترة علاجه وانتظار الشفاء، بس بيطلع عليه النهار وهو مبتسم وراضي ومسلم أمره لله. في ناس كتير قوي بتمشي في وسطنا وهي حرفياً الله أعلم باللي جواها. اللي قدامك ده مش هو الصورة الحقيقية اللي تقدر تحكم بيها عليه. طبعاً ده غير إنه مش من حق أي بني آدم يحكم على خلق الله، وبالتالي تحكم عليه غلط، وبالتالي هتتعامل معاه بشكل غلط. زي إيه؟ بنشوف مواقف خلاف وخناقات في الشارع والمواصلات وفي الأماكن العامة، وللأسف ممكن تكون قامت على مواقف صغيرة جداً. طبعاً إحنا عارفين إن الخلل النفسي موجود بين الناس وبدرجات متفاوتة، بتخلي بعض الناس تتصرف بشكل غريب مختلف شوية عن الوعي اللي انت بتفكر بيه، فيظهر منه فعل بشكل عشوائي وغير مقصود. طبعاً بيترتب عليه رد فعلك القاسي حتى ولو بكلمة، زي مثلاً كلمة مش تفتح. في الحقيقة هو ممكن يكون سرحان أو عنده مشاكل الدنيا، ممكن يكون مركز أو عنده خلل ما في مخه فعلاً وإحنا ما نعرفش بيه، أو أسباب كتير قوي بتوقعنا في مشاكل لمجرد إننا معرفناش الشخص ده وحكمنا عليه غلط. اوعوا تحكموا على حد من شكله الخارجي، ولا تاخد قرار بشأنه من غير ما نعاشره أو نسمع منه أو نعرف حكايته. اوعوا تحكموا على كتاب من عنوانه أو من غلافه الخارجي. ممكن يكون اللي كتب الكتاب ده كان بارع في شد انتباه الناس والمحتوى للأسف ضعيف، وممكن يكون في كتاب ما أخدش حقه في التعبير عن نفسه. عشان كده النهاردة بنقول الكتاب مش بيبان من عنوانه. يا رب حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكون أضافت أي فايدة لينا في حياتنا في التعامل مع الآخرين، ومعادنا في حلقة جديدة من برنامجكم هنعرف أكتر. كنت معاكم رحاب حمدي.